السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكون بخير وعلى خير بصحه جيده وعشركم مبروكه. الله يدخل لنا وعليكم رمضان مبارك ان شاء الله. المغفره الرحمه لنا ولوالديكم، احياء الاموات ان شاء الله، مزيد من المغفره والطاعات. غادي ان شاء الله نحضر معكم في هذا الفيديو العسل منزلي، وكما قلت لكم نظرا للطريقه الصحيه اللي كنتبعوها حنا في هذه القناه ديالنا، ان شاء الله تقدروا تستبدلوه بالعسل الحر كتستعملوه، ولا تقدروا تناولوا هكاك يعني لا درتوا المعسلات ديالكم بدون سكر ان شاء الله. المهم انا غادي نحضر معكم بهذه الطريقه باذن الله. هذه تاخذوا قالب يعني ديال السكر فيه 2 كيلو، ثمن 2 كيلو، ولا عندكم سنيده هذه ديروا سنيده 2 كيلو ان شاء الله. هاد ديروا فيها واحد الليمونه هكا، راني قشرتها هكا كما كتشوفوا، يعني ليمونه واحده وسنيت هذه طرونش هكا. المهم خليتها متماسكه هكا الفت، وهنايا راني درت هذه طرونش هكا باش ما تحليش في العسل. وهنا عويده القرفه كما كتشوفوا، القرفه البلديه ها هي. وتقدروا ديروا الاعشاب المنسمه واحد الزيت حياتي، ولا كترميوه هنا بحال الزعتر كيتواسى معاها بزاف. وهنا عندي لتر الماء، ها هي هنا راني عابره كما كتشوفوا. هذه هنا الا كيبان لكم واضح، هنا راني دايره لتر ديال الماء ان شاء الله. غادي نضيفوا على هذا القالب السكر ونخليه يبات، بحال مثلا نديرو في الليل وتخليوه يبات، ولا درتوه في الصباح غادي تخليوه حتى يذوب كامل ان شاء الله. ونكمل الطريقه دي. غادي ناخذ الماء كما كتشوفوا، غادي نصبوه على هذا القالب ديال الاخر. غادي نخليه ان شاء الله حتى كما كتشوفوا راه غادي متماسك، غادي حتى يذوب، غادي يبقى بشويه شويه يذوب كاع، يذوب كامل في الماء ليله كامله ان شاء الله. ونكملوا الطريقه باش نضيفوا له الليم والقرفه ونخليوه يغلى باذن الله الرحمن الرحيم. ها هي باش نكمل لكم، ها هي شوفوا راه بدا بعدا خليته واحد شويه، ها هو بدا يتسحل صافي. كتاخذوا كتبقاو ديروا له هكا صافي، تهبطوا اللي دار وتخليوه غير بشويش هكا، وتقدروا هكا حتى يهبط. هكا الا عندكم لا كوكوط كبيره كتقلبوه هكا في الماء هكا حتى يذوب صافي. كتغطيو عليه هكذا، ومره كتوليو كتحركوا هذاك الشيء حتى يذوب تماما. هي بعد ما العسل هذاك السكر ديالنا داب كامل، شوفوا بقات غير واحد شويه صافي. غادي نزيد نذوبه صافي، وغادي ندير مع هاد القريفه كما كتشوفوا هادي، وندير مع هذيك الليمونه اللي درناها صافي. وغادي ندير فوق النار. اللي عنده لا كوكوط غادي يبلعها واحد الساعه حتى الساعه قبل ربع صافي. ان شاء الله غادي نكمل معكم الطريقه. واللي عنده غير طنجره صافي غير يغطيها مزيان يبلعها صافي، يديرها فوق النار واحد الساعه وان شاء الله يطلع عليها. وغادي نكملوا من بعد. ها هي العسل ديالنا مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا صافي اصبحت جاهزه. من كتعرفوها باش طابت هذه كتبقى تطلع هاد الفقاعات هكا، يعني هذوك الفقاعات كيبقاو. وكتشوفوا الليمون ديالكم من كتشوفوا هذا الليمون ولا مارو كما كتشوفوا، ها هي هذا نقربكم كتولي كتشوفوه ولا مارو بحال هكذا صافي، عرفوا بلي راها اصبحت جاهزه صافي. كتحطوها تبرد وان شاء الله غادي نوريكم في الاخر القوام ديالها. وبطبيعه الحال ما تستعملوهاش المعسلات ديالكم حتى تخليوها كتبات باش تشوفوا على حسب هذاك القوام ديالها كي داير، باش ما تقصح لكمش المعسلات ديالكم ان شاء الله. غادي نكمل الطريقه باذن الله. ها هي العسل ديالنا كما كتشوفوا، انا حطيتها صافي. وها هي ان شاء الله في المرحله الاخيره غادي تزيدوا المستكه الحره، راني كنت ديجا حطيتها لكم في فيديو المنافع ديالها. كنستعملوها بزاف في المعسلات ديالنا وفي السفوف وهذه. المهم كما قلت لكم المنافع ديالها تقدروا ترجعوا للفيديو السابق ان شاء الله. هذه بعد ما دقيتها غادي نضيف واحد الكميه ثمن واحد هكا واحد 5 هاد الحبات ولا صافي، لانها هي كتحافظ لنا عليها القوام ديالها وكتعطينا قوام يعني عاقد وزوين، وكتحافظ لنا عليها ان شاء الله. صافي غادي نحركها معها وغنخليها تبرد ان شاء الله. ماذا بكم كتجلسوا تخليوها حتى الصباح باش تشوفوا القوام. ولا شفتوها عقادت لكم ولا صافي كتزيدوا فيها شويه الماء وكتردوها فوق البوطه وكتسخنوها. المهم القوام يكون، هذه نوريكم القوام ديالها باش تكون قاصحه شويه، ما تكون قاصحه بزاف، ما تكون متوسطه. هذه كما كتشوفوا هذا نرجعها هذيك المسكه ديال الحره ديالنا باش هكا فوق البوطه ديالنا عندنا نار هادئه ان شاء الله. تنسجم لينا هذيك المسكه الحره مع العسل ديالنا صافي غير واحد شويه، واحد 10 دقائق ولا بلا ما انسجمت لينا ودابت لينا فيها صافي. ونحطها بحول الله. هيا مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا بعد ما ذوبت هذيك المهم هذيك المسكه الحره صافي، غادي نحي هذوك العويدات ديال القرفه هكا صافي. وهذاك الليمون هكذا تقطروه مزيان كما كتشوفوا صافي. وغادي نحيه، ها هو غادي نحيدو
صافي نخليها تبرد مزيان ان شاء الله. والاخير نوريكم ان شاء الله القوام ديالها بحول الله. ها هي مشاهدينا الكرام لا فينيسيون ديال العسل ديالنا كما كتشوفوا. شوفوا القوام ديالها كي كيجي تبارك ما شاء الله، وحتى المذاق زوين بزاف بزاف وصحي بطبيعه الحال. الا حضرتوها في البيت يعني هي السكر بطبيعه الحال راه ماشي صحي 100%، ولكن الا حضرتوها في البيت احسن ما تشتروها من الحانوت. كنشوفوا كي كتجي شفتوا. شوفوا القوام ديالها ما شاء الله. ها هي شوفوا ما شاء الله. ملي كتجي هكا ديروها على الحلوه ديالكم هكا الكريوش ديالنا. الله غادي نحضروا معكم ان شاء الله فيما بعد في واحد الفيديو اخر صحي وزوين ديال الفوغ بدون قلي بدون زيت. وكما كتشوفوا هي عمرت لي بواطه. المهم هنا كتهز 5 كيلو هنايا. هذه نحتفظ بها هنايا في هذا البرطمان ديال الزاج كما كتشوفوا. نغلق عليها هكا صافي كتخليها غير برا ما كتخسرش. ومن كتبقاو تجبدوا منها ولا تعسلوا فيها كديروها في الثلاجه. وهنا بطبيعه الحال السفوف ديالنا اللي سبق وحضرته معكم في واحد الفيديو السابق طبيعي بدقيق الذره والقمح واللوز وهذاك الشيء. المهم راه عندي في القناه ديالي غادي ترجعوا الرابط غادي نحط لكم في صندوق الوصف. وان شاء الله رمضان مبارك والى فيديو اخر باذن الله.